حولت فلوس غلط على نيستا باي او فودافون كاش والفلوس راحت عليك، هنجيب لك حقك بالقانون. مساء الخير على متابعينا، حلقه جديده من برنامجكم انا والافوكاتو. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع بيهم ناس كتير جدا. حولت فلوس بالغلط على فودافون كاش، انستا باي او على اي محفظه الكترونيه، وقال لك الفلوس مش هترجع تاني. لا، هتقدر ترجع حقك النهارده بالقانون من خلال قضيه اسمها اسراء بلا سبب. النهارده هنعرفها يعني ايه القضيه ديت، امتى نرفعها، ايه شروطها. استنونا بعد الفاصل. في بدايه الحلقه حابب ارحب بسياده المستشار احمد حكيم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بسعادتك. نورتنا يا فندم. الله يخليك. في بدايه سياده المستشار كنت حابب اسال حضرتك يعني ايه قضيه اسراء بلا سبب بالمعنى العاميه او بالبلدي؟ بمنتهى البساطه دي دعوه اقرها القانون المدني. مفادها ومعناها بمنتهى البساطه ان انا النهارده شخص افتقر في ماله ونتيجه لذلك تحقق اسراء لشخص اخر مع انعدام السبب القانوني لهذا الاسراء. تمام. طب امتى اقول ان انا حقي ضاع ولازم الجا للمحكمه؟ طبعا بدايه بعد استنفاذ كافه الطرق الوديه مع الخصم او المدعى عليه. رحت اتكلمت معاه واتصلت عليه وكل حاجه وديه عملتها. يبقى انا النهارده كده اتحقق ليا الخساره دي ارتبطت باسراء لشخص اخر مع انعدام السبب القانوني، يحق ليك في هذا الحاله رفع الدعوه. طب لو انا بعت فلوس بالغلط، اعمل ايه بقى ساعتها؟ ده نموذج حقيقي لهذه الدعوه. النهارده الدعوه بالشكل ده بالنموذج دوت اتحققت فيه كافه عناصر الدعوه. تمام. اللي هم اربع شروط. اولهما اسراء المدين، ثانيهما افتكار الدائن، ثالثهما وجود علاقه سببيه بين الاسراء وبين الافتكار، ورابعهما انعدام السبب القانوني لهذا الاسراء. وده نظمتها الماده 179 من القانون المدني. ومن هنا بسال حضرتك ايه بقى الشروط ان انا ارفع الدعوه دي؟ هي الشروط اللي سبق الاشاره اليها، اللي هي يعني هل في حاجات تانية غير الشروط دي؟ لا هي الماده 179 نصت على 4 شروط اللي هم قلناهم. اللي قلناهم ان شاء الله. طيب هل ان انا ليا وقت معين ارفع فيه القضيه دي ولا ينفع اي وقت؟ طبعا بتسقط بتسقط الدعوه بمرور 3 سنوات من تاريخ الاسراء. 3 ده سنوات. اللي هو التقادم الثلاثي. الماده نظمتها الماده 181. هل لازم يبقى في بيني عقد بيني وبين الشخص اللي بعت له فلوس؟ لا، ده بالعكس، لو في عقد اصلا لا يجوز اصلا رفع الدعوه. لا يجوز. طب هل ينفع ارفع الدعوه دي على اقارب او اصدقاء؟ مالهاش علاقه، ملهاش علاقه. يجوز يجوز. طيب ايه الفرق بين الدعوه دي والدعوه اللي هي رد او المطالبه بالدين؟ في اختلاف تماما. دعوه الاسراء من الدعاوي زي ما وضحنا بتستلزم عدم وجود سبب قانوني للاسراء. على العكس تماما دعوه المطالبه بدين بتستلزم وجود عقد او مصدر التزام من المصادر اللي اقر عليها الوارده بالقانون المدني. تمام. ايه النصيحه اللي تحب توجهها للمشاهدين في اخر الحلقه؟ النصيحه ان انا انصح اي حد حول اي مبلغ بالغلط. النهارده سهل جدا تلجا لمحاميك الخاص يرفع الدعوه طالما توفرت اركان الدعوه. وفي الختام عايز اقول لا غفله، اذا كان القانون لا يحمي الغفله لكنه ايضا لا يحمي كسب حق بدون وجه حق. تمام. في نهايه الحلقه حابب اشكر سياده المستشار احمد حكيم محامي الاستئناف العالي ومجلس الدوله. نورتنا يا فندم. والنهارده كنا بنتكلم على التحويلات سواء النستا باي او المحفظات الالكترونيه بالغلط، ازاي ترجع حقك بالقانون. احنا دوله القانون، ما تسيبش حقك يضيع. وكده خلصت حلقتنا، واستنونا في حلقه جديده في برنامجكم انا والافوكاتو مع حسام حسن على قلب الحدث. سلام.